برحب بكل السادة ممثلي الأندية ال21 الحاضرين معانا، كابتن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي والكاف والأب الروحي للكورة، وكل السادة زملائي أعضاء مجلس إدارة الرابطة والسادة الإعلاميين اللي مشرفينا، ودايما بتشرف بوجودي مع حضراتكم. الحقيقة إن الموسم ده شكله منعكس على المنظومة كلها بشكل محترم، بشكل فيه تنافسية كبيرة جدا. أعتقد إن إحنا بقالنا كان مواسم كتيرة ما بنشوفش التنافس يعني على المراكز، مش بس الأربعة الأولى، كان في تنافس يمكن من 4-5 أندية على المركز السابع في المجموعة، فبالتالي أعتقد إن ده كان هدف أساسي. يمكن احنا لما اجتمعنا مع حضراتكم في قرعه المرحله الاولى من الدوري قلنا ان احنا الموسم ده عندنا هدفين واضحين تماما: انتظام المسابقه ويكون في جدول منتظم، نرجع تاني للدوري المصري للمواعيد العالميه، وده الحمد لله اتحقق الموسم الماضي وبيتحقق الموسم ده كمان، ومراعاه كل الكلام مع الاتحاد المصري لكره القدم والجهاز الفني للمنتخب الوطني كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وده الحمد لله حاصل بشكل كويس. اللي يسمعنا كده يقول ان احنا ما عندناش مشاكل في المنظومه او في الدوري، لا عندنا مشاكل، ودايما انا بقول انه يعني الاهم ان احنا نبقى ماشيين بخطوات مظبوطه، وان انت تبقى ماشي في التراك الصح وقادر ان انت تحقق، لان ما فيش حاجه بتتحقق مره واحده. احنا برغم ان احنا الحمد لله اعداد الجماهير زادت ووصلنا ل 40,000 في استاد القاهره وبرج العرب وفول كاباسيتي في جميع الاستادات اللي بيتلعب عليها الدوري المصري، ولكن احنا عارفين كويس، ويمكن اتكلمنا مع الساده ممثلي الانديه ان احنا لازم يكون في حل للانديه الجماهيريه عشان الجمهور بتاع الانديه الجماهيريه دي يرجع تاني يحضر ويكون موجود في الاستادات. وان شاء الله انا على ثقه كامله بان ملف الانديه الجماهيريه والحلول ليها هتكون محل اهتمام للدوله المصريه كلها بكل مؤسساتها، وان شاء الله هنسمع فيها اخبار كويسه ومفيده، وتقدر ان احنا نكون ليها بلان واضح للانديه الجماهيريه باذن الله. اتمنى القرعه. حابب برضه زي ما بنشرك الانديه، لان في الاول وفي الاخر انا وزملائي في مجلس اداره الرابطه بنمثل الانديه، فاحنا باذن الله عندنا ان شاء الله اواخر شهر مارس اجتماع تاني للروابط الدوريات العالميه والروابط الدوريات الافريقيه، هيكون في مصر باذن الله، هنستضيفه يوم 27 و28 مارس، وباذن الله في النص الاول من ابريل هيكون في الاعلان عن شريك جديد وراعي جديد للدوري المصري بدايه من الموسم القادم باذن الله، وهنعلن كل تفاصيله في شهر ابريل باذن الله بجوائز يعني اعلى بكثير من اللي كانت موجوده عندنا في الدوري المصري، سواء للاربع مراكز الاولى للدوري او للانديه الجماهيريه او لجميع الانديه المشاركه. دي خطوات برضه احنا ماشيين فيها بشكل واضح وثابت، وباذن الله يتم الاعلان عنها في المؤتمر ده في شهر ابريل بكل تفاصيل. شغالين على الملاعب، وفي ملاعب وصلت لمرحله كويسه جدا، وفي ملاعب لسه شغالين عليها، اللي هنقدر ان احنا مع بقيه العناصر اللي موجوده نقدر ان احنا نطور الصيانه بتاعت الملاعب الفتره الجايه، فهنلحق ده سواء المرحله النهائيه دي او على بدايه الموسم مع دخول استادات جديده برضه ان شاء الله بدايه من الموسم القادم باذن الله. بتمنى التوفيق لكل الانديه. أأكد تاني احنا عملنا القرعه المره دي عشان ما يكونش في اي لبس مثير في الموسم الماضي. احنا كان الموسم الماضي اتعمل قرعه واحده قبل بدايه الموسم للموسم كامل، ولكن احنا الموسم ده اصرينا على وجود قرعه للمرحله الثانيه عشان ازاله اي لبس، لان في الاول وفي الاخر احنا ما عندناش هدف غير مسابقه تنافسيه زي ما هي موجوده بالشكل المحترم اللي شفناه الموسم ده، وكل الانديه عندنا تبقى شغاله وتتنافس باريحيه، وانا بشكرهم تاني لان الحقيقه ال 21 ساعدونا كتير، ولولا مساعدتهم وتفاهم مجالس ادارات الانديه دي ما كناش هنقدر ان احنا نلتزم سواء بعدد الايام او بالعقوبات او يعني بتاسيس شكل منظومه كامله. اكيد ده انا عارف ان هم بيتحملوه معانا، لان الهدف بتاعنا كله واحد وهو الكره المصريه. اخر حاجه عشان ما اطولش على حضراتكم،
السيستم والشركه التعديل اللي يتعمل على اخر جوله ونزود عدد ايام للمنتخب هيكون بقى عكس كل مره، يعني هيكون بدري مش اكتر، يعني هنزود عدد الايام للمنتخب ان شاء الله. بالتوفيق لكل الانديه، وبتشرف دايما اكون مع حضراتكم واسيبكم مع الله. شكرا لحضرتك. ما تغذاش السيستم غير بثلاث عوامل عشان برضه تبقى الامور واضحه جدا. ان الاربع مراكز الاولى في المجموعه السبع يكونوا بيلعبوا اخر جولتين وما يكونش في فرقه منهم ضايع، وكذلك الاربع فرق اللي بينافسوا في المجموعه الثانيه على الهبوط يكونوا بيلعبوا اخر جولتين في مواعيد واحده. دي الحاجه الوحيده اللي تم تغذيه السيستم بيها، زائد مباريات كاس مصر، وده دايما التنسيق اللي قلنا انه موجود ما بين رابطه الانديه والاتحاد المصري عشان المواعيد اللي تم اعلانها لمباريات الكاس. وفي الاخر المجموعه الاولى باذن الله هتخلص في ميعاد يكون محقق طلبات كابتن حسام وكابتن ابراهيم، مرتبطين طبعا بصعود الاربع انديه المشاركين في البطولات الافريقيه اللي احنا بنتمنى ان هم يكونوا واصلين لنهائي البطولات دي. فبالتالي الجدول معمول على ان شاء الله الاربع انديه المصريه يكونوا وصلوا للنهائي. لو لا قدر الله